مساء الخير عليكم. ولايف جديد مع 3 بنات حلوين معايا النهارده. ناجحين في البيزنس، شغالين حلو قوي وعجبين عجبني شغلهم. حبيت النهارده نطلع مع بعض ندردش ونتكلم عن حاجات كتير، واولهم احنا ليه ابتدينا البيزنس الاونلاين مع بعض. بالرغم من كل واحده فينا في منطقه مختلفه، عمرنا ما شفنا بعض فيزيكالي. اللي في نيوجيرسي، واللي في بنسلفانيا، واللي في اوكلاهوما، وانا في ميامي. وكل واحده في منطقه في فيرجينيا زي ميرفت. كل واحده فينا في منطقه مختلفه، ولكن احنا اتجمعنا مع بعض في الخير، علشان نعمل بيزنس اونلاين ونساعد بيها نفسنا اولا، ونساعد بيها كمان عيلتنا. اهلا بيكم يا شباب، يا بنات. أهلا بيك يا مال. اهلا بيك يا بنات مريم. برضه. اوكي. مبسوطة ان احنا مع بعض النهاردة. أي حلو أكيد. كتير. مساء الخير، سامعيني؟ سامعين سامعينك القمر طبعا. تمام. أخيرا، مش عارفة في إيه، حظي منورة. وحش بس كويس. لا، حظك أوكي، جميل. ربنا يخليكي. كويس ان نورتينا. رب... احنا كل واحد فينا دلوقتي هيقول ليه ابتدى البيزنس. هبتدي بريهام. أوكي. اوكي. أنا أعرفكم بنفسي، أنا اسمي ريهام أبو المجد. السبب الرئيسي اللي دخلني في البيزنس هو ولادي. أنا ما كنتش بشوفهم خالص أو بقعد معاهم خالص، ولقيت الفرصة ديت فرصة كويسة وسهلة، ان انا اقدر اشتغل من البيت بدون اي مجهود جسدي زي الوظائف العادية، وفي نفس الوقت اقضي وقت اكتر مع بناتي وابقى مستمتعة بحياتي العادية بدل ما الوقت كله بيبقى ضايع في الشغل بره. طيب، حلو الواي ده. دلال. اوكي، اهلا بيكم، ازيكم؟ مبسوطه ان انا معاكم النهارده. السبب الرئيسي اللي دخلت فيه البيزنس هو بلان بي، زي ما بيقولوا. زي ما احنا عارفين، احنا كلنا هنا مغتربين وشغالين في اماكن. يعني انا كنت شغاله في، يعني في ريتيل سيل، وعارفين كلنا دلوقتي طبعا الايكونومي كله داون، فمعظم المحلات بتقفل. فحبيت يكون عندي بلان بي اقدر اساعد بيه اولادي في مراحل جامعاتهم. وعشان كده أنا حبيت يعني إن يكون عندي بلان بي، حاجة تكون مضمونة مستقرة، وفي نفس الوقت أقدر أديرها من مكاني، يعني من أي مكان يعني في العالم. وده ميزة جدا، يعني جميلة جدا، إنك تقدر تاخد البيزنس معاك منين ما بتروح. حلو. تمام. سمارت ايديا، يعني ان انت تفكري في بلان بي، دي مهمه، مش كل الناس بتفكر فيها، بس انت فيري سمارت ان ايديا يعني. يعني هايدي. اللي اه، مهم. كملي يا سوري. بس أوكي، خلي ازيكم هايدي تكمل. ازيكم عاملين ايه؟ مبسوطة اني معاكم قوي النهاردة. وانا هايدي عايشة في اوكلاهوما. وطبعا السبب الرئيسي اللي خلاني اجوينت البيزنس اونلاين هم ولادي صغيرين، ما كنتش حابة اني اسيبهم او اديهم دي كير او اي حاجة من اللي موجودة هنا. كنت حابة ان انا افضل عايشة معاهم، يعني احنا متغربة علشانهم، فما ينفعش ان عشانهم انزل واسيبهم يعني، فلأ. فكان ولادي هم السبب الرئيسي ان انا اجوينت البيزنس، اني انفع اشتغل واعمل انكم، وفي نفس الوقت عيني معاهم وبعيش معاهم كل الايفنتس بتاعتهم وكل الاكتيفيتي. فده السبب الاساسي هم ولادي. طبعا هو ده السبب، مش قليل، ده هو هم محور حياتنا اصلا. صحيح. آه، ميرفا، تحب تضيفي حاجه؟ ميرفت لسه جديدة خالص، مساء الخير عليكم. أنا يعني ميرفت، بشتغل في ماريوت في الكيتشن. بحب شغلي بس تعبت، أنا كبيرة مش زيكم، سني كبير، فحسيت إن أنا تعبت ومحتاجة أعمل حاجة من البيت. كنت بعمل كيترينج جنب شغلي، كنت بعمل فلوس بس مهلكة جدا، ففكرت في أي حاجة أونلاين. وأتمنى ربنا يوفقني، أنا لسه جديدة خالص، فأتمنى يعني ربنا يوفقني وتبقي ريلاكس شوية في البيت، لأن الشغل هلاك يعني. بس وده كتير بوتنشال آه. ان انت مش كبيره قوي، بس في نفس مهم. الوقت ان الانسان يحس ان هي وانا اتس نيفر تو ليت. يعني يعني اي انسان يقدر يتعلم. ملهاش علاقه، بس في النهايه لما الواحد بيلاقي فرصه بيعرف يستغلها منين ما هو موجود. ادام الفرصه ربنا فتحها عليه،
لأن في النهاية إن ربنا عطى الإنسان قدرة إن يتكيف مع أي وضع أو يبدأ بداية جديدة. ملهوش بقى علاقة بالسن، هي قدرة. الإنسان يقدر يستغل القدرة دي طول ما ربنا منحه القدرة إن يبدأ بداية جديدة، وده اللي إحنا عملناه. يمكن الواي بتاعتي مختلفة شوية، بس هي كانت دايما بتيجي في دماغي. هو ليه أقعد في أمريكا في شغلانة مدى حياتي؟ ودي كانت حاجة فعلا بتضايقني. يعني أنا بحب الحرية، يعني ما بحبش حد يلزمني. يعني دايما كنت شغالة في البيزنس وفاهمة يعني إيه حرية، بس إن حد يقيدني بمواعيد ورايح وجاي وكده. طب ماشي استحملها سنة اتنين 10، طب وبعدين لا، مش قادرة أعيش عمري all my life style like this. يعني بحب إن الإنسان يبقى حر. فدي طبعا هنا في أمريكا عندك فواتير وبيلات وي 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 لازم تشتغلي، وحتى لو مش عندك ستيل انت تبقي قاعدة في البيت مش منتجة، زهقانة، مخك خلاص صدى. فلا، الأونلاين جه عطاني أمل إني حتى لو ريحت في البيت علشان أنا مش عايزة أتبهدل، بس في نفس الوقت أنا إنسانة منتجة، بعمل دخل، بقدر أساعد غيري. فده كتير عجبني جدا في البيزنس، ولا بستثمر فيه طموحاتي كمان. يعني لقيت فيها طموح. الانسان خلاص الوظيفه ما فيهاش طموح، محدش يقول لي ان الوظيفه فيها طموح لان ليها ليميت في النهايه. بس لا، الاونلاين بيزنس ليه طموح، كل ما بتكبري فيه شويه طب يلا بقى اكبر تاني واكبر تاني، تاني. طب دخلي زاد طب يلا يجيب الضعف. فدايما في تطور، دايما في نجاح. فده دايما اللي مفرحنا بيه، علشان دايما الناس تقول هو انتوا ليه بوزيتيف، ليه دايما طالعين بانرجي؟ عشان احنا عايشين الانرجي، عايشين البوزيتيف، عايشين الفرح، عايشين صحيح. النجاح. فلازم ده نكون كان سؤال فرحانين هايدي. بيه. يس، لازم نكون شاعرين بالنجاح عشان احنا عايشينه. يعني اكيد يا احنا مش بنصطنع الواقع، ولكن ده اللي احنا عايشينه وشايفينه يعني. يا ده حقيقي. طيب